أشكر عشيرة الفريحات وانسبائهم وأقربائهم على حسن الاستقبال، كما أشكر الجهة الكريمة التي شرفتني بأن أتمني بقيادتها الهاشمية وعلى رأسها جلالة سيدي والغفرة. نحمد الله على ما نحن عليه من نعمة أمن واستقرار كانت بجهود جلالة سيدي وبجهودكم أيها الخيرين الطيبين من أبناء هذا الوطن العزيز، من أبناء هذه البقعة المباركة، أن حظينا بقيادة هاشمية أنعمها الله علينا وبارتباطها بسلالة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وبتأييد المجاميع الأردنية المكون الأردني بكل أطيافه. جاءت الجاهة الكريمة لأمر إنساني ديني قيمي أخلاقي حث عليه القرآن وحث عليه ربنا سبحانه وتعالى في محكم التنزيل، وحث عليه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في سيرته النبوية. وقال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه: ومن آياته، آيات الله كثيرة يعرفها منا الجاهل والعالم، وقد حظيت على رأس المستقبلين بالدكتور وهو على علاقة جيدة بالقرآن والسنة، فأرجو تصحيحه إن كان هناك رفع أو نصب في غير المحل. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وقال سبحانه وتعالى: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة لتعمير الأرض وعمارتها ولبناء أسرة كريمة ولبناء مجتمع ودولة. لذلك حث الإسلام على الزواج وحرم الله على الانقطاع عن الزواج بقوله: يا أيها الذين آمنوا لما تحرمون طيبات، لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. وقال سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام الذي بعثه الله هاديا ورحمة للعالمين: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالزواج فإنه وجاء. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: من جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، وذلك للابتعاد عن الفتنة والفساد والإفساد. وقال الفاروق الخطاب عمر رضي الله عنه: تزوجوا وأكثروا من العيال فلا تدرون بأي منهم ترزقون. وقال العباس رضي الله عنهما: لا يتم نصف الناس إلا بالزواج. جاءت هذه الكريمة وجلها من عشيرة الريالات الكرام، العشيرة التي نحترم ونقدر ونثمن جهودها في بناء الدولة، كما هي عشيرة الفريحات مع انسباء الطرفين وأقاربهم وأصدقائهم. وكرمني إخوتي عشيرة الريالات أصحاب العطوفة سمير وغانم والأخ علي بأن أطلب لابننا محمد جمال الريالات الأستاذ المحامي، بنتنا أيضا هبة تيسير الفريحات، وترجو الجاهة الكريمة التي جاءت من مختلف الطيف الأردني من مستقبليها الكرام وأيضا من مختلف الطيف الأردني إجابة الجاهة على هذا الطلب، شاكرا لكم حسن استقبالكم، ونأمل بالموافقة على ما جئنا لأجله إرضاء لله سبحانه وتعالى وتنفيذا لسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه الأبرار الطيبين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. الجاهة الكريمة من عشيرة الريالات المحترمين، وعلى رأسها عطوفة الباشا محمد الرجال الذي نحترمه جل احترام، الحضور الكرام جميعا بلا استثناء، أيها الحفل الكريم، بتحية الإسلام نحييكم، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ويقول جل من قائل: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. ويقول رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم في محكم هديه الشريف: أكملكم إيمانا وأقربكم مني مجلسا ألطفكم بأهله، وخيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. وأوصانا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم بالنساء خيرا، فقال: واستوصوا بالنساء خيرا. إخواني الكرام أيها الأحبة، من هذا التشريع السماوي الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ومن نهج ديننا الحنيف الذي إن كنا نحمد الله عز وجل على نعمه فإن أكبر نعمه هي نعمة الإسلام، فنقول جميعا: الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى. إخوتي، من هذا النهج نستمد نحن أمة محمد، نستمد قيمنا ونرسخ مبادئنا ونصون بإذن الله مجتمعنا. وأنا إذ كلفت من قبل أبناء عمومتي بالتحدث باسمهم، وأنا والله لست بخير من أحد فيهم، ولكن عادة الكرماء أن يكرموا كرام الناس. إخوتي، نقول للجارة الكريمة: حللتم أهلا ووطئتم سهلا، ونسأل الله العلي العظيم أن يكون في هذا النسب توطيدا لأواصر الصداقة والمحبة والأخوة بين العشيرتين العريقتين، عشيرة الريالات، ونحن نعرف من هم عشيرة الريالات، ونعرف أهل الصوت جيدا، أهل النخوة والشهامة والكرم والمروءة، أن يكون في هذا النسب توطيدا بين أواصر العشيرتين الريالات والإفريحات، وأن يكون في هذه المصاهرة بناء أسرة إسلامية قائمة على المودة والرحمة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. طلبكم بإذن الله مجاب، وحللتم أهلا ووطئتم سهلا، وأهلا وسهلا بكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلى ذلك نقرأ بإذن الله سورة الفاتحة. Allah